يا ترى ريبيرو في ماتش انتر ميامي هيلعب باي طريقه وباي تشكيله؟ ريبيرو هيبدا ماتش انتر ميامي بطريقه 4-2-3-1 بتشكيلته الشناوي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه اليسار مصطفى العش. وليه مصطفى العش مش كوكا ولا الدبيس؟ لان مصطفى العش اقوى دفاعيا من كوكا والدبيس، فاعتقد هيكون ليه افضليه مع ريبيرو. اتنين في قلبي الدفاع اشرف داري، وجنبه هنا بيكهام، خاصه بعد الماتش الكويس اللي عمله بيكهام، فاعتقد انه نال ثقه ريبيرو، فاعتقد كمان انه هيبدا ماتش انتر ميامي. اتنين في نص الملعب مروان عطيه، وهنا ليه مروان عطيه مش ديانج ولا حمدي فتحي؟ لان مروان عطيه ممتاز ان هو بيقدر ينزل هنا بين قلبي الدفاع ويستلم الكرة منهم ويقدر يطلع هنا بسهوله، فاعتقد هيكون ليه افضليه عن ديانج وعن حمدي فتحي. طبعا هنا هيكون جنبه محمد علي بن رمضان، وقدامه كمان امام عاشور. طيب الشكل ده في حاله ان النادي الاهلي بيعمل مرحله التحضير وبيطلع بالكوره. طب في حاله ان النادي الاهلي فقد الكوره بيرجع هنا امام عاشور يبقى ثالث في نص الملعب ويعمل ستاره دفاعيه مع مروان عطيه ومع محمد علي بن رمضان. ناحيه اليمين طاهر، لان طاهر هنا هيكون ليه مسانده دفاعيه كبيره قوي مع محمد هاني. وناحيه الشمال طبعا تريزي جول، وفي الامام طبعا وسام ابو علي. فدي اعتقد الطريقه والتشكيله اللي هيبدا بيها ريبيرو ماتش انتر ميامي. فلو عندك انت اختلاف اكتب لنا كده في الكومنتات تشكيلتك، ولينا كمان توقعاتك لنتيجه ماتش انتر ميامي والاهلي. سلام.